هل هي مبالغة في يعني هل تجد مبالغة في هذا الموضوع؟ بالعكس، هي مش مبالغه اطلاقا، خاصه يمكن البعض يمكن بينظر الى باريس سان جيرمان ان هو يمكن بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على اللاعب السويدي ابرا في انه بيقوده للانتصارات، لكن طبعا الفوز على مارسيليا في هذا التوقيت يعني رد كبير جدا على ان الفريق الباريسي بالفعل جاهز، وانه عنده البدائل وعنده الاوراق الرابحه الكثيره في الفريق. لا يمكن ان اعتمد على لاعب، وده يمكن شيء منطقي تماما. اي فريق كبير يعتمد على لاعب واحد فقط لا غير لا يمكن ان يحقق اي بطولات او ان يستمر في الانتصارات طويلا، وده بالفعل اللي اكده النادي الباريسي بالامس، انه قدر ان هو يفوز بدون هدافه الاول والابرز، وقدر انه يقدم مباراه كبيره جدا، ودي بالتاكيد رد واقعي تماما على من يؤكدون ان ابرا هو باريس سان جيرمان وباريس سان جيرمان هو ابرا. لا بالعكس تماما، الفريق قدر ان هو من غيره انه يحقق الفوز ويحقق نتيجه ايجابيه. نعم. باختصار، ما قيمة ابراهيموفيتش على النادي الباريسي باختصار؟ قيمته كبيرة جدا كهداف، لاعب بيلعب بروح قتالية، لاعب مميز، قادر على انه يقود الفريق للانتصارات بشكل جيد. نعم. إذا نذهب إلى الصحافة الإنجليزية ونخص بهذا